كثير من الشيعة وكثير من السنة يقولون أساسا حسن فرحان المالكي هو شيعي. يعني لماذا لا تعلن هذه؟ لماذا تتخفى إلى هذا الحد؟ هم يقولون أنه خلاص أنت شيعي أساسا وأنت يعني تساعدنا وتنفعنا. لماذا لا يعلن حسن فرحان المالكي عن حقيقتي ويقول أنه أنا شيعي وينهي الموضوع حيكون أريح للطرفين؟ أكثر الأسئلة كانت تقول أنه شيعي 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 متخفي. هل حسن فرحان المالكي شيعي متخفي؟ أنا انتهى وقتي. لا ممتاز. لا لست شيعي متخفي، لكنهم هم نواصب متخفي. هم نواصب. من هم؟ هذا كل من اتهمني بالتشيع فيه نصب، لكنه فالنصب هو الذي يدفعه للاتهام بالتشيع. فهمت قصدي؟ طيب. النصب متغلغل في التيار السلفي. طيب. النصب متغلغل في التيار السلفي، فلذلك يشعرون بأن من خالفهم فهو شيعي. توثيق النواصب والمائلين للسلطان وإهمال التهم. أنا ذكرت في حلقة سابقة أن الذي يلعن الإمام عليا على المنبر كمروان بن الحكم لا يتهم بالنصب، مع أن ثبوت لعنه للإمام علي ثابت في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا، لكن البخاري أخفى الاسم، لكن في صحيح مسلم أنه كان يأمر سهل بن سعد ويقول له: أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فالتهمة ثابتة، ومع ذلك لا يتهم بالنصب، لأننا لا زلنا متأثرين بالنصب وثقافة النصب. ولماذا لو أحدهم لعن معاوية ليس على منبر وإنما في زاوية مسجد؟ هذه ستدون في كل كتب الجرح والتعديل من أيام أبي زرعة الدمشقي، والبخاري في تاريخها الصغير والكبير، والجرح والتعديل بعده لابن أبي حاتم، إلى الكامل لابن عدي. ما هو موقفكم من الخليفة الأموي يزيد وما فعله في كربلاء؟ يزيد بن معاوية أمير المؤمنين، معاوية رضي الله عنه وأرضاه من اسم فتحه، هو صحابي جليل وأول ملوك الإسلام، وأبو سفيان من خيار الصحابة. كل هؤلاء من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا السؤال الأخير لك وأختم مداخلتي. ألم يقول الرسول الكريم: يا عمار تقتلك الفئة الباغية؟ أليس معاوية باغي؟ باغي؟ إيه. لا، معاوية إمام عادل ليس باغي. أذن الرسول يكذب؟ إمام عادل رضي الله عنه. هذا هو ما أحاول أنا من 20 عام أن أبينه لإخواننا وجماعتنا ومذهبنا إن صح التعبير، أو الذي أعيش بينه وأعتنق معظم عقائده وأحكامه. أحاول أن أقول لهم هذه الفكرة فقط. حاولوا أن تكون حرارتكم في اتهام من لعن عليا كحرارتكم في اتهام من لعن معاوية على الأقل، يعني أقل هذا الحد الأدنى. لكن احنا نشوفك أنت متعاطف مع الإسلام السني الشيعي، بس ما نشوف نفس التعاطف مع الإسلام السني، مع الإسلام السياسي عفوا الشيعي، ما نشوفه نفس التعاطف مع الإسلام السياسي الشيعي. والله يعني تقريبا لأن نحن عبثيين في إسلامنا السياسي، قتل وقطع رؤوس وأكل أكباد ونبش قبور وهدم مآذن، هذا ما عند الشيعة. الحاقدين في هذه الغزل المبارك، والله أقول يا روافض لن نترككم، والله لن يتركوكم أبناء السنة، لن يتركوكم أحفاد الصحابة، عيال الصحابة لن يتركوكم. والله لا نأتيكم بالعمليات الاستشهادية، ولا نأتيكم بالكواتب، ولا نأتيكم بالعبوات، والله ما راح نسيبكم، ما نترككم، والله لا نأخذ بالتاج. نحن يا اخوي سووا بعد الشيء. لا هوايات لا تعرف الاخريه السنه من الشيعي. لا سنه يا اخوي. بعد اذنك افتح لنا الباب. افتح لي الباب. طلعوا باكم يا اخي. خوالك منين؟ شباب هذه خوالي من حلب. لا حدا يضرب حدا تاكدوا. يا اختي لا المطارات ايش يسوي عندكم هاي؟ مصلحين مطارات احنا مولدات. تصلحون هنا المطارات وين؟ عدتنا عندنا ما حد يا شباب. احنا جايين اطلع واخروا احنا جايين من مصر. ايه سنه دول يطلع البيت. لا حد حاكيهم ويستر عرض. والله ما حد، والله احنا سنه يا اخي. سنه بعيهم يا اخي. انت في حدا سنه هنا؟ انت قاعد تقول هذا بيت اكون في البيت. هذا بيت حد. الشيعة لا يقام شرع الله إلا بالسلاح.
جهاد هذا؟ الإسلام السياسي عفوا الشيعي ما نشوفه نفسه التعاطف مع الإسلام السياسي الشيعي. والله يعني تقريبا لأن نحن عبثيين في إسلامنا السياسي، قتل وقطع رؤوس وأكل أكباد ونبش قبور وهدم مآذن، هذه ما عند الشيعة. الشيعة عندهم معركة غالبا واضحة، فلذلك أخطائهم قليلة حتى لو كانوا طائفيين. وأهل السنة المعركة عندهم ما هي واضحة. مين هم؟ جماعتنا؟ ايه. مين يتولى الجهاد من جماعتنا؟ داعش والنصرة هدمت القبور ونبشيها وأكلت الأكباد ويسألون السائق في الطريق كم عدد الركعات وكم عدد كذا ولا نقتلك. هذا جهاد هذا. قادمون يا نصيرية، والله إننا قوم نحب شرب الدماء وعلاءكم زكية، فأتينا لشربها بإذن الله، جئناكم بالذبح يا نصيرية. تكبير الله أكبر. ذباح الفلسطيني. هذا جهاد هذا. تتحدث عن الشيعة، تتحدث عن دائما تتحدث عن صورة وردية وصورة جميلة. حتى مثلا قلت هنيئا للشيعة في مقال لك وقلت حق للشيعة يوم القيامة أن يفخر ويقول الإمام علي والزهراء لأجل حبكم اضطهدونا وشردونا واتهموا أعراضنا وأذاقونا العلقم. صحيح. يعني وهل الشيعة سلمت أيديهم من الدماء وألسنتهم من الاعتداء؟ بس هم أخف. بس لو تعرف تاريخ الشيعة وما لقوا في سبيل حب محمد وآل محمد لعذرتني في هذا الكلام. يعني جماعتنا هم اللي كانوا يقتلون ويبترون الألسنة وقصة طويلة. وهم سلمت أيديهم وألسنتهم، هم ما يقتلون ولا يقطعون. بيني وبينك موسوعة العذاب للدكتور عبود الشايجي. انظر هل في شيعة من القتلة ولا كلها من جماعتنا بني أمية بن عباس من يعني الأخوة السلفية، لأنهم يظلمون الشيعة كثيرا. فما أدري ما مناسبة. يعني أنت متعاطف مع الشيعة لأنهم هم المظلومين والسنة هم الظالمين. هذا قبل الأحداث الأخيرة زمان هذا التغريدات. لكن عندما أنتم أولاد متعة، أنتم أولاد كذا، أنتم أولاد كلب، أنتم أولاد يعني يا أخي الذم المباشر وعبدة أصنام وتفعلون والافتراءات والله تتعاطف معهم وماسكين عبرة. مهم اليوم، زمان كان في سجون الحجاج وخالد القسري وغيره ملوك بني أمية جميعا يبقون رافعين يعني حب آل محمد وسط دول كارهة لآل محمد وتلعنهم على المنابر. هذا والله إعجاز للأمانة، هذا أحمد يشكرون عليه. هؤلاء الحوثيين من تمسكهم بالتشيع أنهم خلال المراسلات بينهم وبين الحكومة اليمنية كانوا يصرون على أن يكون طرف حل المشكلة بينهم هو آية الله السيستاني، شيخ كبير زنديق فاجر في طرف من أطراف العراق، وقالوا نريد هذا الرجل هو أن يأتي ليحكم بيننا. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وأئمتهم وعلمائهم. اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء. اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم. اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان. اللهم احفظ بلادنا منهم، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية منهم، اللهم احفظ الكويت منهم، اللهم احفظ البحرين منهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من الروافض. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض. اللهم طهر أرضنا منهم، اللهم انصرنا عليك. فلان الشيعي فهمت، فلان الإباضي ارتاح له أكثر من فلان السني بالمعاني المذهبية. يعني ما في إن علماء الشيعة أكثر تقوى من علماء السنة. لا في الجملة إلا هذا أنت شفت. لا العلماء أنت قلت الشيعة، علماء الشيعة في الجملة تجدهم متواضعين، ما عندهم هذا القصور ولا ما هذا الفرفشة وهذا المجاملة وهذا الالتصاق الكبير بالمذهب. عندهم التصاق بالعامة بالناس. فلذلك بشكل عام أرى أن علماء الشيعة حتى في التواضع تذهب إليه متواضعون، يسمع، وحتى لو قسوت عليه واسع أفق. وليس الشيعة فقط، الشيعة بس والإباضية أيضا، طبعا الزيدية الصوفية. هم الآن التيار السلفي فقط ترى هو الذي فيه نفور. فهمت قصدي؟ فيه نفور يعني يكاد يضربك إذا سألت 3 أسئلة وراء بعض يعني ينفر منك. هؤلاء لا.